بعد الغلا اللي طلع مره واحده دوان، بقينا بنحاول ان احنا نقتصد في الاكل، بقينا بنحاول ان احنا نعمل افكار تخلي الاكل يرمي بكميات اكتر. النهارده هعمل لكم فكره حلوه كده، بقول لكم الحيله اللي انا بعملها في اللحمه المفرومه عشان ترمي كميات. وكمان هعمل لكم في الاخر مكرونه كده بطريقتها حلوه جدا، بصوص بشاميل كده سريع مريع يعني. يلا بينا نشوف ونقول بسم الله وعلى بركه الله. اول حاجه معايا هنا جبت نص كيلو من البصل، انا طبعا معايا نص كيلو لحمه فجبت عليهم نص كيلو من البصل، فرمتهم كويس جدا. نص كيلو بصل يعني عاملين ايه 5 بصلات كده، 4 بصلات تمام. حطيت عليهم بهارات لحمه وقلبتهم حلو. بعد كده حطيت 4 جزرات كبار بشراهم عليهم برضو، همكسهم كده مع بعض. بصوا هي اصلا ما شاء الله رمت الكميه هون، ومش هتحسوا على فكره بالطعم، لان حتى دلوقتي حتى لو قلت لكم نوفر ونجيب اللحمه المستورده، اللحمه المستورده دلوقتي سعرها برضو بقى معدي جدا. لو عايز تعمليها بقى بالطريقه دي وتكيسيها في اكياس وتقسميها وتكيسيها في اكياس وتحطيها في الفريزر علشان خاطر تبقى سريعه عليكي، تبقى حلوه برضو. البهارات حطيت عليها ملح وفلفل وبابريكا وقرفه وزنجبيل. هنا بقى زي ما حضراتكم شايفين رميت الكميه اهون. تعالوا بقى اما نحضر صوص البشاميل اللي هنعمل بيه المكرونه دلوقتي. جبت كوبايه من الميه، حطيت عليها 4 معالق كبار من الدقيق، قلبتهم كويس جدا مع بعض لحد ما عملوا القوام السائل ده. هنزل على اللبن بحته سمنه كده صغيره، بعد كده هنزل عليه بالقوام بتاع الدقيق اللي احنا عملناه. بصوا بقى انا بحب اصلا صوص البشاميل اللي بيبقى سايح ودايب كده في نفسه. بعد كده حطيت رشه ملح، رشه فلفل اسود، ميكس بقى الجمدان ده كده كله. هبشر كده بشره بسيطه من جوز الطيب، بحبها جدا بيبقى طعمها حلو قوي مع البشاميل. كده الصوص بتاعنا بقى جاهز. تعالوا بقى اما نعمل طاستنا الحلوه القمر دي. حطيت صلصة المكرونة اللي احنا بنعملها بالطريقة العادية خالص، بعد كده حطيت عليها المكرونة، بعد كده حطيت عليها اخدت بقى معلقتين من اللحمة اللي احنا عاملينهم تمام، وارموا بقى عليها صوص البشاميل وهتاكلوا احلى طاسة في الدنيا بجد، بتبقى جامدة جدا. وكمان بقى لو معاها شوية موتزاريلا كده، الله على الجمدان. بجد طريقة المكرونة دي بتفصلني اصلا وبتوديني في عالم اخر، لان انا اصلا مكرونيتو يعني من النوع اللي بحب المكرونة جدا. اكتبوا لي بقى في الكومنتات بتتابعوني منين يا حلوين، واهم حاجه ما تنسوش لو وصلتوا لهنا تصلوا على النبي وتتابعوني. منوعات ساره جمال، باي باي يا حلوين.